الفيديو ده معمول علشان اي ملف انا هعمله هيكون هنا، اي ملف جديد او تحديث هيحصل هتلاقيه موجود. كل اللينكات هتكون في الوصف وهجددها باستمرار، وهحاول اعمل باتشات كتير تسهل عليك الدنيا زي موضوع الفريمات والموارد. وللعلم اي باتش هعمله بعيد تماما عن اي خطورة، كلها حاجات بتوفر عليك خطوات وتسهل الاستخدام مش اكتر. واول حاجة نبدأ بيها نصلي على النبي، ويلا بينا اقولك على طريقة التحميل وبعدها طريقة الاستخدام. طريقة التحميل هضيفها لك دلوقتي من الفيديو اللي فات، اللينك ده انا سايبهولك في الوصف تحت الفيديو. اول ما تفتحه هتنزل تحت على فري داونلود، بعدين هتحدد الكابتشا وهتستنى 30 ثانية. بعد ما ال 30 ثانية ما تخلص دوس على كرييت داونلود لينك. اي صفحة تفتح معاك اقفلها، مالكش دعوة غير بالصفحة الاساسية بس. وبس دوس على داونلود والموضوع خلص. دلوقتي بعد التحميل تعال على طريقة الاستخدام. قبل اي حاجة افتح اعدادات المحاكي وفعل خيار الاي دي بي. لو ما فعلتش الاي دي بي الباتش هيفعله لك لوحده، لكن انت بتفعله عشان تضمن انه يشتغل 100%. بعد كده روح على الباتش وافتحه. لازم وانت بتستخدمه تكون فاتح اللعبة. هنا مثلا نختار 3 يعني هتعمل 120 فريم مع ال HDR. لو انت اول مرة تستخدم الملف هيجيب لك ريستارت جيم لوب، ده اول استخدام بس. فكل اللي عليك تعمله هتقفل اللعبة وتشغلها تاني، واول ما تشتغل هتختار 3 مرة كمان والموضوع خلص. اللعبة بتراستر لوحدها، ولما بتفتح هتلاقي 120 فريم مع ال HDR. وهسيب لك ملف الترا اتش دي زيه. في باتش الموارد لازم برضو تكون فاتح اللعبة وانت بتستخدمه. لو انت اخترت واحد فكده هيبدأ ياخد نسخة من الموارد. هتستناه يخلص لحد 100% والملف هيتنسخ جنب الباتش. وبعد ما يتنسخ احفظه في اي مكان. كده كل الموارد اللي انت محملها معاك نسخة منها. ولما تيجي تضيفها ترجع ملف الموارد جنب الباتش وهتختار 2، وبكده هيبدأ يضيف لك الموارد جوه اللعبة. فكرة الفيديو ده علشان لو الملف مبقاش يشتغل هتلاقي الجديد هنا، وكمان لو في اي ملفات جديدة هتنزل هنا دايما. ولو انت ما فهمتش طريقة الاستخدام فهسيب لك شرح كامل في الوصف. ويلا اشوفكم على خير، سلام.